اعمل ايه علشان ما ازعلش من الناس؟ ده سؤال الاستاذ حازم. وبنقول علشان ما نزعلش من الناس محتاجين ان احنا نفعل مبدأ مهم جدا، وخاصة وسط الزحمة والتضارب في الآراء والمشاحنات اللي بتكون موجودة في مناقشاتنا. محتاجين ان احنا نفرق بين 3 اشياء: بين الانسان، وبين السلوك اللي الانسان بيقوم بيه، وبين النية اللي ورا السلوك واللي ورا هذا السلوك. الانسان ماليش غير اني احترم ادميته واقدره كويس جدا. هو انسان زيه، مخلوق زيه، ما فيش ابدا فرق بيني وبينه. السلوك اذا كنت انا شايف السلوك ده من وجهة نظري هو سلوك سلبي او سلوك او تصرف يعني ما يصحش، فده من وجهة نظري انا بس، لكن مش من وجهة نظره هو كمان. هو ليه خلفيات وهو ليه كواليس تانية خالص عنده. هو ليه افكاره وليه معتقداته وليه برمجته اللي هو اتربى عليها. فمش لازم التصرف اللي هو من وجهة نظري انا يكون سليم ان يكون هو من وجهة نظر الطرف التاني هو كمان يكون سليم. فانا لازم التركية دي لازم انا اخلي بالي منها كويس قوي. اذا كان هذا التصرف من وجهة نظري انا مش مناسب، فهو من وجهة نظره هو ممكن يكون مناسب. تعالى للطرف الثالث او للجزئية الثالثة، هي جزئية النية. ان كل سلوك مهما كان سلبي خلي بالنا، فهو من وجهة نظر برضو هذا الشخص هو ليه نية إيجابية عنده، هو مناسبة لظروفه، مناسبة لمعتقداته، مناسبة لأفكاره. النية لا يعلمها إلا الله. النية دي احنا بنحسبش عليها خالص. فاحنا لو هنيجي نعمل مثلث كده، أول فوق رأس المثلث الإنسان، تحت في جنب السلوك وجنب التاني النية. الإنسان أحترمه وأقدره جدا. السلوك انا ما باخدش عليه اي ديفو، ما بعلقش عليه خالص، لا بسلب ولا بايجاب، لان هو ليه افكاره وهو ليه معتقداته. برضو مش معنى كده ان انا اقبله او ان انا اتماشى معاه، لا، انا بتجنبه. هو السلوك مش عاجبني، انا مش متوافق معاه، مش متوافق مع تربيتي، مع افكاري، مع معتقداتي، انا بتجنب هذا السلوك خالص. ولكن الانسان هو ليه ادميته وليه تقديره. اما النية فدي مش بتاعتي خالص، انا ماليش دعوة بيها، دي هي ربنا هو اللي بيحاسب عليها، وربنا هو اللي اعلم بيها. فعلشان الدنيا تهدى بيننا وبين الناس كده في المناقشات، نعيش داخل هذا المثلث: الإنسان أحترمه وأقدره، السلوك بقيمه من وجهة نظري مناسب معايا أوكي، مش مناسب بتجنبه تماما. أما النية فليس لي عليها أي حكم. شكرا لكم، ولو عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتس وإن شاء الله نجاوب عليه.